بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. الناس اللي عايزة تروح هايبر العاشر من رمضان وعايزة تعرف أسعار يميش رمضان هناك ايه، فعملنا فيديو صغير كده هنعرف أسعار بعض اليميش للناس اللي حابة تروح عشان تعرف الأسعار ايه. كان هناك البلح طبعا أول حاجة في اليميش رمضان، كان في كذا نوع، كانت الأسعار بتبدأ من 13 جنيه وربع. كانت العبوة ديت البلحة ديت الكيس يعني في حباية كبيرة وحباية صغيرة، والبلحية اللي هي الغامقة شوية. أنا فتحت كيس وشلت منه النوع يعني بجهزه عشان رمضان يبقى جاهز. كان العبوة حلوة، ما كانش فيها تقريبا يعني مسوس خالص، ما كانش فيها هالك، يعني البلحية نظيفة حلوة، بس يعني هي بيبقى فيها قشر شوية صغيرين يعني. ب13 جنيه وربع، دي اقل الاسعار هناك، يعني سعر متوسط والجودة بتاعتها معقولة شوية. وفي بقى اعلى من كده بس يعني انا ما لقيتش فرق قوي يعني، فانا اشتريت من اللي هي سعرها 13 جنيه وربع الكيلو. وكان في نوع تاني من البلح، الناس اللي هي بتحب البلح الطري شوية، كان في النوع دوت اللي هو بيتباع بالكيلو، عارفينه اللي هو طري شوية. ده كان سعر الكيلو منه 34 جنيه حباية، اللي هي الطرية ديت اللي احنا عارفينها. الطرية ديت نفتح واحدة كده، دي الحباية الطرية ديت. ده كان سعر الكيلو منه 34 جنيه، عارفينه طبعا بيتباع لنا. تمام. وكان كمان موجود اللي هو النوع التاني دوت اللي هو بالعسل او بالشربات ده، بس هو بيتاكل كده زي العجوة، اسمه تقريبا تمر بالعسل او تمر مكنوز اللي هو بالشربات ده. كانت العبوة دي 800 جرام، وكان سعرها 38 جنيه 95 قرش، يعني 39 جنيه. النوع ده هو بيتاكل كده او بيتعمل بيه بقى عجوة ده. وبالنسبة لقمر الدين كان في هناك اكتر من نوع، هنشوف كده. طبعا انا جبت الاسعار اللي هي يعني الجودة معقولة واسعار متوسطة، اللي فيه اعلى من كده بقى للناس ايه اللي هي حابة تشوف، يعني هناك هيبقى فيه اسعار يعني دي اسعار متوسطة، في اقل وفي اعلى. كان في كذا نوع من قمر الدين، العبوات كلها كان ميزانها 400 جرام. كان في الامارة وزمزم، لا زمردة وابو حمزة والرقة، دول كلهم ميزانهم 400 جرام، وهم سوري من سوريا. دعواتنا طبعا لأهلنا في سوريا، ربنا معاهم ويعينهم يا رب ويمروا من الأزمة اللي هم فيها ديت. كلنا بندعي لهم طبعا، كارثة يعني كل ممكن أي حد يمر فيها، ربنا معاهم يا رب ويمروا من الأزمة ديت على خير إن شاء الله. كل الأنواع دول سعرهم كان 39 جنيه 95 قرش، يعني كل عبوة 39 جنيه 95 قرش، يعني 40 جنيه. وكان في طبعا العصاير اللي هي البودر، كان في بودر موجود، بودر اللي هو بودر قمر الدين. العبوة ديت وزنها 300 جرام وسعرها 16 جنيه 95 قرش، يعني 17 جنيه، انا مش عارفة ايه الشين ده يعني يلا 16 جنيه 95 قرش دوت قمر الدين. وكان في عبوة اللي هي الاكبر من كده، كانت 600 جرام، كانت تقريبا بحاجة و30 جنيه. فانا جبت العبوة الصغيرة يعني عشان تبقى يعني سهلة معايا، عشان اجيب كذا نوع. وكان في موجود هناك كمان اللي هو الخوخ، بودر الخوخ دوت. العبوة دي 600 جرام وسعرها 33 جنيه 95 قرش. كان في كذا نكهة، وكان في نكهة البرتقال، كان سعره 34 جنيه 34 جنيه ونص تقريبا. وبالنسبة للزبيب بقى نشوف اسعار الزبيب كده. كان موجود عبوات من الزبيب المصري، عبوة كانت 150 جرام وكانت ب16 جنيه ونص. العبوة كانت صغيرة كده 150 جرام و16 جنيه ونص، فالزبيب المصري فأنا يعني ما جبتوش، فجبت من دوت مستورد. سعر الكيلو 59 جنيه 95 قرش، يعني 60 جنيه. دوت حادق شوية، يعني سنة صغيرة عن الزبيب المصري طبعا بتاعنا بيبقى مسكر عنه.
ده كان فيه منه نوع تاني احمر، العنباية الحمراء، بس كانت حسيت فيها مزازة شوية فجبت اللي هو دوت، يعني طعمه معقول شوية. وبالنسبة للتين، تين سوري، كانت العبوات ديت وزنها 300 جرام وسعرها 43 جنيه. التين المجفف اللي احنا عارفينه ده 300 جرام 43 جنيه. والقراصية كانت العبوة ديت 200 جرام وسعرها 47 جنيه وربع. 200 جرام 47 جنيه وربع. طبعا هي بالنوى، مش مخلي يعني، بالنوى بتاعتها قراصية. والمشمشية كانت نفس الوزن برضو 200 جرام 55 جنيه ونص. 200 جرام 55 جنيه ونص. يعني انا جبت كيسين طبعا مشمشية وكيسين قراصية والحمد لله. بالنسبة بقى للمكسرات، نشوف الاول جوز الهند. دي عبوة اللي هو جوز الهند اللي هي مبشورة، يعني مش ناعمة قوي ومش خشنة قوي. دي وزنها 250 جرام وسعرها 31 جنيه 95 قرش، يعني 32 جنيه. بالنسبة للمكسرات طبعا كانت موجودة هناك بكل انواعها. انا جبت فول سوداني دوت، العبوة ديت 400 جرام وسعرها 33 جنيه. ده المكسرات بالنسبة لنا هي اهم حاجة السوداني، لكن اي حاجة تانية ممكن الاستغناء عنها يعني. طبعا بنجيب الحاجات الاهم، مش لازم نجيب كل حاجة يعني. كان فيه طبعا كل انواع المشروبات بقى اللي هي الكركديه والخروب والتمر، ويعني انا بس ما جبتش منها لان كان عندي منها من السنة اللي فاتت، فجبت بس اللي هو السوبيا. جبت النوع دوت حلو قوي، انا مجرباه جميل. العبوة ديت اسمها كاندي وميزانها كان 750 جرام وسعرها 72 جنيه 95 قرش. عبوة اقتصادية وكمان طعمها حلو وسعرها معقول بالنسبة للكمية بتاعتها. لكن في عبوات تانية طبعا يعني الأذواق حسب اللي احنا بنحب، لكن أنا بنصح بالنوع دوت، نوع حلو أنا مجرباه قبل كده. 72 جنيه 95 قرش. وكان موجود عصير فتراك المركز اللي هو بيتخفف، كان فيه كذا نكهة، كان فيه المانجا والمشمش والخوخ. المانجا دي كانت ب35 جنيه، الازازة ديت 35 جنيه، والخوخ والمشمش كان ب40 جنيه. انا جبت المانجا لان يعني الكل بيحب المانجا. كان موجود السوداني دوت موجود هناك على طول، السوداني المملح ده كان سعر الكيلو منه 60 جنيه. انا جبت نص كيلو 60 جنيه سوداني المملح. تمام. بالنسبة بقى للحاجات تانية، يعني مثلا هقول لكم انا جبت، كان في اللي هي اللوبيا الناشفة ديت، تقريبا الميزان بتاعها شو لكم كام، 500 جرام. اللوبيا ديت 500 جرام وسعرها 24 جنيه ونص. وكان نفس العبوة الفاصوليا كانت برضو نص كيلو وكان سعرها 29 جنيه ونص. تمام. اللوبيا 24 ونص والفاصوليا 29 ونص. كان موجود هناك نوع واحد من الرز، ما كانش فيه انواع كتيرة زي ما احنا متعودين يعني، كان نوع دوت بس اللي كان موجود وسعره 18 جنيه. الحباية اللي هي مش عريضة قوي ومش رفيعة يعني، حلوة يعني، يا رب تكون باينة كده. ده كان موجود ب18 جنيه الكيلو. النوع دوت بس هو اللي كان موجود، العبوات ديت بس، مكانش فيه اي نوع تاني للأسف. وكان موجود هناك دي دوت سعر الكيلو 18 جنيه ونص. دقيق 18 جنيه ونص الكيلو. كان في عروض على التوابل، فانا جبت الباكت دوت، كان في بنت واقفه عليه فبقول لها بكام، فبتقول لي ب65 63 جنيه 75 قرش. قلت لها هو ده ربع فلفل اسود ومعاه كزبره، ربع فلفل اسود ومعاه ربع كزبره ناعمه.
فبقول لها بكام؟ بتقول لي 63 جنيه 75 قرش. بقول لها هو كده عليه عرض يعني؟ قالت لي ايوه يا فندم، هو احنا محاسبين حضرتك على الفلفل الاسود بس، والكزبره ديت هديه عليه، يعني احنا مش دافعه حق الكزبره. فاما اني ما بحبش التوابل الناعمه، بحب اجيبها حصى وافرمها، بس في ظل وطننا المطحون ما فيش مانع، ما فيش عندنا اختيارات، فجبت العبوه ديت. يلا ما جاتش على البهارات، اشمعنى البهارات مش هتبقى مطحونه يعني؟ قلت بدل ما ارجع اندم واقول يا ريتني كنت جبتها. حتى حاولت ان انا اغير الكزبره واخد مكانها حاجه تانية، قالت لي لا هي الكزبره بس اللي نازله على عاملين عبوات كلها كده. كان في عبوه تانية كانت ربع كمون وعليها برضو ربع كزبره، وكان سعرها برضو 63 جنيه 75 قرش. يعني انا مش عارفه. يلا. جبت كمان العرض دوت على المسحوق صابون فيبا، الجيركن 4 لتر، والجيركن التاني دوت 2 لتر مسحوق سائل غسيل الأطباق فيبا دوت 6 لتر، يعني يعتبروا ب80 جنيه بس كده. كل سنة وانتم طيبين. يا رب الفيديو النهاردة يكون قادر ان انا اكون افدتكم بحاجة، وربنا يعيننا ويقوينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين.